أهلا بكم في قناتي. هنا ستسمعون قصصا من الحياة، قصصا تحمل الحكمة والألم والفرح والمفاجآت. سأخذكم إلى عوالم بعيدة، مرة إلى طفولة منسية، ومرة إلى مغامرة في مدينة مجهولة، ومرة إلى دمعة تسقط ثم تنقلب ابتسامة. هنا ستجتمع الذكرى مع النكهة والحكاية مع الغدر. بعد الصلاة على الرسول منقول بسم الله ومنحضر طبختنا وكمان نحكي حكايتنا. لم تكن سوريا تعرف أن ذلك الشتاء سيكون آخر شتاء هادئ يمر عليها. كانت المدن تتتالى كل مساء بأضواء المقاهي وضحكات الأطفال وصوت الباعة في الأسواق. كان كل شيء يشبه لوحة زيتية مليئة بالحياة، لكن خلف تلك اللوحة كانت نار صغيرة تكبر حتى صارت عاصفة. وفي أحد الأيام، وبينما الناس معتادون كل صباح، خرج أبو عدنان ليفتح بقالته، وفتحت أم ليان نافذتها لتسقي الياسمين، وركض سامر إلى جامعته. حينها اهتزت الأرض هزة خفيفة، تبعها صوت لم يسمعه أحد من قبل، صوت يشبه تحطم السماء على رؤوس البشر. في تلك اللحظة تغير كل شيء. لم يعد الناس يسألون ماذا يجري، صار السؤال أين نختبئ. القصف كان يأتي فجأة بلا موعد، بلا إنذار. كانت الطائرات تحلق فوق المدن كغيوم حديدية، تهبط منها نار تشعل الساحات والبيوت. تهدمت المنازل التي بنيت بعرق السنين. تحول الشارع الذي كان يملأه الباعة إلى حطام، وأصبحت رائحة البارود جزءا من الهواء الذي يتنفسه الجميع. كبر الخوف في قلب الأم أكثر من كبره في قلب طفلها. الأم لم تكن تخاف من الموت، بل من عدم القدرة على حماية أولادها. لم يكن الناس يقررون الرحيل بدافع الشجاعة، كانوا يرحلون لأن بيوتهم لم تعد موجودة. خرجت العائلات في طوابير، نساء يحملن أطفال نائمين رغم الأصوات، رجال يمسكون بأكوام من الأوراق، هوية، شهادة ميلاد، صورة قديمة، شيوخ يتكئون على عصيهم ينظرون خلفهم كأنهم يودعون حياتهم كلها. لم يكن الطريق سهلا، كان بعضهم يمشي لأيام، وبعضهم يركب شاحنات مفتوحة للهواء، وبعضهم يمشي وهو لا يعرف إلى أين سيصل. في ليال كثيرة كان الناس ينامون في مدارس فارقة، أو في الحدائق، أو حتى عند أطراف الطرق. النار خلفهم والبرد أمامهم. نصف الوطن يرحل مضطرا، وكانت أكثر كلمة قيلت في تلك السنوات هي: إلى أين سنذهب؟ وصل كثيرون إلى حدود دول لم يعرفوها، دخلوا مخيمات واسعة، خيم بيضاء تصطف في صفوف لا تنتهي، عائلات كاملة فقدت كل شيء إلا ذكرياتها. الحرب كانت طويلة ثقيلة كالجبال، أخذت من الناس ما لا يمكن أن يعوض، لكنها لم تستطع أن تأخذ الصبر. في المدن التي بقيت كان الناس يعيشون تحت القصف، لكنهم استمروا بالحياة. يفتح الفران فرنه ساعة في اليوم ليخبز للحي كله، مدرسة تدرس الأطفال في قبو، أطباء يعملون بلا كهرباء. كل شخص كان مقاتلا بطريقة ما، كل بيت كان جبهة، وكل طفل كان شاهدا على زمن ثقيل. وبعد سنوات طويلة من الصبر عادت أصوات الأطفال إلى الأزقة، بدأ الناس يفتحون نوافذهم بحذر، وعادت الشمس تشرق من غير دخان لأول مرة. كانت بداية صغيرة، لكنها بداية. ومع مرور الوقت عاد الناس إلى بيوتهم، لم تكن بيوت بل أطلالا تشبه الهياكل. وقف أبو عدنان أمام محله الذي كان مليئا بالمواد الغذائية، ولم يجد سوى جدارا واحد. عادت أم ليان إلى بيتها، لم تجد الياسمين، وجدت حفرة كبيرة في مكانه. عاد سامر إلى جامعته، ولم يجد قاعته، وجد كتابا متفحما على الأرض. كانت العودة مؤلمة،
لكنها كانت بداية للحياة. بدأت مرحلة جديدة، إعادة الإعمار، لكن الإعمار لم يكن بالحجارة فقط، كان بإعادة بناء ما تحطم داخل الإنسان. بدأت المدارس تفتح أبوابها، وبدأت الأسواق تعود، وبدأت القصيدة تكتب من جديد، وفي كل شارع كان هنالك شخص يقول: لن نترك بلادنا، لن نتركها مهما حدث. لم يكن الانتصار لحظة ضجيج أو احتفال، كان لحظة صمت، صمت مليء بالدموع. وبعد الانتصار تغير كل شيء، عاد الأمان، عادت المدارس مليئة بالطلاب، عادت الأسواق، فتحت المصانع، وبدأت البيوت تبنى من جديد، ليست بالحجارة فقط بل بالحب والإصرار. الناس الذين هجروا عاد منهم الكثير، وعادوا ليجدوا وطنا جديدا، وطنا خرج من تحت الرماد أقوى مما كان. وبهذه النهاية لم تنتصر سوريا بالسلاح، بل انتصرت بأهلها، بصبرهم، بقلبهم، وبحبهم لوطنهم. سوريا اليوم ليست كما كانت، بل أقوى وأعمق وأقرب إلى السماء. إنها بلد تعلم أن الألم لا يكسر الأمم، بل يصنعها من جديد. وهكذا بعد سنوات ثقيلة مرت على سوريا كأنها قرون، وبعد دموع سالت كأنها أنهار، وبعد تهجير كسر القلوب قبل البيوت، تقف اليوم سوريا شامخة كطائر خرج من بين الرماد، يحمل على جناحيه كل حكاية عاشها أهلها، وكل وجع صبروا عليه. عاد الناس إلى ديارهم، عادوا رغم الخراب، رغم الجدران المكسرة، لأن الوطن ليس جدارا يبنى، بل روح تعيش في الصدور. ولهون يا صبايا بنكون وصلنا لنهاية القصة. بتمنى تكون عجبتكم، والله يديم الأمن والأمان يا رب العالمين. وكمان هيك كانت طبختي، بتمنى تكون عجبتكم. طبعا عملت معكم الرز والملوخية. وأكيد ما بنسى مجموعة الصدق والتعاون. بوجه لهم تحية كتير كبيرة. وأي صبية حابة تكبر قناتها وتحقق شروط اليوتيوب، 100 أهلا وسهلا فيكي حبيبتي، أنت في المكان الصحيح. دعم مجاني وحقيقي، دعم من فرنسا، دعم في كافة الشروط. 1000 مشترك، الساعات، المشاهدات، السبرشات. ما عليك يا حبيبتي إلا تخليلي تعليق، وأنا بوصلك للمشرفات، وهن ما شاء الله تبارك الله هيك طيوبات ومتعاونات وما بيقصروا مع حدا. ولهون يا صبايا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم، وبترككم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله، مع السلامة.